بسم الله الرحمن الرحيم، يا مساء الفل والسعادة على أحلى اخوات ومتابعين. ازيكم يا غاليين؟ يا رب تكونوا دايما بالصحة بألف خير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كده بسكوت بالشوكولاتة، سهل وبسيط من نواعم العيد. أسهل بسكوت ممكن تعمليه في حياتك، ما هوش مكلف خالص. طب بيضة واحدة وأربع كوبايات دقيق هيعملوا لك بتاع حوالي 2 كيلو من البسكوت. بيتباع في أفخم المحلات بتاع حوالي 120 جنيه الكيلو. أتمنى مني كده تشجعني باللايك والاشتراك وتعليق كده حلو منك، وتاخدي جولة بسيطة في قناتي المتواضعة. إن شاء الله هتستفيدي معايا. ويا ريت تكتبي لي أنت بتتابعني من أي بلد، ده حاجة بتبسطني وبتفرحني جدا. بسكوت كده فاخر من الآخر، صدقيني كده لما ترصيه في قلب العلبة بمنتهى الشياكة كده، كل اللي هيشوفه كده ويدوق منك مش هيصدق إن أنت عاملة البسكوت ده في قلب البيت. ده أحسن من البيتوفور والسابليه كمان، ومفيش أسهل منه ولا أبسط منه، وما هوش مكلف خالص. شوفي شكله حلو إزاي، ما شاء الله، حاجة كده في منتهى الجمال، شياكة كده وطعمه جميل جدا جدا. هتتحدي بيه أي حد صدقيني، وده على ضمانتي، ثقة في الله. تعالي كده يلا ندخل على المكونات وطريقة التحضير ونقول يلا بسم الله الرحمن الرحيم. ده مفيش أسهل ولا أبسط من طريقته، لو في ستة ابتدائي بنتك هتعمله. أول حاجة كده معايا هنا كوباية من السكر البودر. أنا نخلت هنا كوباية من السكر البودر. طب انتي نخلتيه ليه يا ست دودو؟ أنا نخلته عشان السكر البودر دي مركون عندي في قلب المطبخ بتاع حوالي أسبوع. فالسكر البودر لما انت بتطحنيه وتركنيه مع الوقت كده بيعمل كلاكيع. فانت لو ضفت السكر البودر بكلاكيعه على الزبده، عمره ما هيفك معاكي لو انت قعدت فيه تضربي فيه من هنا للسنه الجايه. فلو انت طحنه السكر البودر وسايباه مركون وجاتي تستخدميه في اي حاجه تعمليه فيها بسكوت وتضيفيها على السمنه او الزبده، اوعي تضيفيه كده على طول، انخليه زي ما انا نخلته. لان زي ما قلت لك، انت لو ضفت السكر البودر بكلاكيعه كده على الزبده وجيتي تضربي زي ما انا بضرب كده، عمره ما هيفك معاكي ولا الكلاكيع اللي هيبقى فيه تفك معاكي. ضفت كوبايه من السكر البودر وعليه ربع كيلو من الزبدة. الزبدة موجودة، أي زبدة موجودة ومتوفرة عندك. أنا كنت وريتك إن أنا استخدمت فرن، فأنت استخدمي أي حاجة كانت في التلاجة وطلعتها قبل ما استخدمها كده بساعة. هتفضلي تضربي فيها كده لغاية لما لونها يفتحي كده ولونها أبيض وهيش معاك، ومن الوقت للتاني هتفضلي تلمي الجوانب وترجعي تضربي تاني. وبعد كده معايا هنا بيضة بدرجة حرارة المطبخ وعليها كيس من الفانيليا. البيضة لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ، ما تكونش خارجة من التلاجة. الزبدة بس اللي تكوني مخرجاها من التلاجة. البيضة بدرجة حرارة المطبخ وكيس الفانيلا، وهنرجع نضربهم كده كلهم كده مع بعض كويس جدا. معايا هنا بقى معلقة كبيرة من النشا، ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة صغيرة من الملح، وأربع كوبايات من الدقيق. دقيق متعدد الأغراض أو دقيق من السايب. مش هقولك هاتي دقيق كده فاخر ولقيتي حاجة، لا، هاتي أربع كوبايات دقيق من الدقيق السايب. أنا نزلت بتلات كوبايات ونص على الزبدة والبيضة وكوباية السكر، ما نزلتش بالدقيق كله مرة واحدة، خلي بالك من الخطوة دي. طب ليه ما نزلتيش بالدقيق كله مرة واحدة؟ لأن نوعية الدقيق بتختلف من التاني. بتنزلي كده بالتلات كوبايات الأول أهو زي ما أنا عملت، وبعد كده دي الكوباية الرابعة معايا هي. هفضل كده ألم في الدقيق كده لغاية لما العجينة تسيب صوابع إيديا زي ما أنا كنت بشاور لك كده في الأول. بقول لك هي ماسكة في إيديا، ولغاية لما تلاقي كده جوانب الحلة كده نضيفة معاكي ما فيش فيها أي عجين. هي بتاخد مني كل مرة أربع كوبايات دقيق. أنت كمان ما تنزليش إلا بالاربع كوبايات كلهم مره واحده. انزلي بيهم واحده واحده لغايه لما تلمي معاكي وتبقى بالنظام اللي انت شايفاه دي، عجينه طريه شبه الصلصال وما بتلزقش وثابت ايديكي، وكمان ايه، جوانب الحله نتفت معاكي. خلاص احنا كده عجناها هون. تعالي بقى جبتي كيس ابيض من بتاع التلاجة، فردته وحطيت جزء من العجينة، وحطيت عليه كيس أبيض من بتاع التلاجة تاني، وبدأت أفرده كده بالمنة الشابة زي ما انت شايفة كده. طب انت هتفرديه بسمك ايه؟ ولا سمك تخين قوي ولا سمك رقيق قوي، عشان انت لو رقتيها لو جيتي تطلعيها هتتقطع معاك وتزهقي وتقولي يا ريتني ما كنت عملت. انا هوريكي سمك العجينه هيكون معاكي ازاي. معايا هنا القطاعه على شكل قلب اهون بالمنظر اللي انت شايفاه ديون. بتقلبي الكيس زي ما انت شايفه، شوفي ما فيش اسهل منه. او بتقلبي الكيسه بتنزل معاكي بكل سهوله، بكل سهوله اهون. شايفه اهو، ولا سحر ولا وشعوذه. اهون شايفه شكله عامل ازاي. اهون بترصيه في قلب صينيه او صاج الموجود ومتوفر عندك، من غير ما تدهني الصينيه اي ماده دهنيه، وبتبداي ترصي من جنب واحده وتنقهيا اهي كده السمك بتاعها اهون، ولا تخين قوي ولا رقيق قوي. القطعه دي موجوده متوفره في اي محلات اللي هي الحلواني ب3 جنيه، الادوات المنزليه ب3 جنيه ونص او ب5 جنيه، ما هيش غاليه بتجيبيها. طب انت لو ما لقيتيش القطعه دي، انا هقول لك دلوقتي تعمليها بشكل ايه، موجود ومتوفر في كل بيت.
بالمنظر اللي أنتِ شايفاه، بس منظر القلب بصراحة مخلّي شكل البسكوت كده فاخر أوي، 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 بصراحة مخلّيه كده شكله حلو جدًا، جدًا. والعجينة اللي بتتبقى أنا لمّيتها أهوًا وحطيت عليها جزء عجينة تاني وحطيت عليها كيسة وبدأت أفرده. معايا هنا كوباية أهيًا اللي هي كوباية القهوة بتاعتِك يا ست الكل، بابدأ أقطّع بيها. أهو من المنظر اللي أنتِ شايفاه، شوفي بتقلبيها وبتطلع معاكِ بمنتهى السهولة إزاي. أهوًا شايفة التخانة بتاعة البسكوتة عاملة إزاي، ولا تخينة أوي ولا رقيقة أهو. ولا رقيقة أوي، أهو بتقلبيها شوفي بكل سهولة إزاي بتنزل معاكِ أهوًا، بسكوت كده ما فيش أسهل منه بس طعمه حلو جدًا، جدًا، جدًا. واللي هيجربه إن شاء الله أنا واثقة إن هو هيعجبه، ومش هتبطلي تعمليه طول السنة، مش في الأعياد بس، لأ في أي مناسبات، في أي وقت هتعمليه وتشربي جنب منه كوباية شاي على لبن كده حلو جدًا، جدًا. أهوًا ما شاء الله البيضة و4 كوبايات عملوا لي 80 بسكوتة. عملت جزء بالقلب وبعد كده جزء اللي هو المدوّر اللي أنتِ شايفاه دوّة بالكوباية بتاعة القهوة. أهو شوفي شكله حلو إزاي وجميل. وبعد كده بادخّله على فرن سخن على الرف الأوسط، درجة حرارته بتكون 180، بتولّعي عليه الشواية اللي تحت، وفي آخر ثواني خالص لمّا تبدأ البسكوتة تصفر من تحت، بتولّعي عليه الشواية ياخد لون أصفر خفيف جدًا. كل صينية ما أخدتش مني 10 دقايق، ودي طبعًا حسب إيه، الفرن اللي أنتِ بتستخدميه. وبعد كده سيّحت باكوين من الشوكولاتة الخام اللي لونها أصفر ديًّا، بس أنا مش فاكرة اسمها بصراحة، على حمام بخار من المَيّة، وجبت كل 2 من البسكوتة حطيت بينهم كده شوية من الشوكولاتة زي ما أنتِ شايفاه أهوًا. أنا واحدة بسكوتة حطيت عليها شوية من الشوكولاتة، وحطيت عليها التانية وغطستها في قلب الشوكولاتة. بتجيبي كيس أبيض من بتاع التلاجة تفرديه على الصينية وترصي عليه البسكوت، اوعي وحذاري، أنا باقول لِك أهو اوعي وحذاري ترصي البسكوت بعد ما تغمسيه بالشوكولاتة على الصينية من غير الكيس الأبيض بتاع التلاجة، هينشف معاكِ وهتيجي تطلعيه هتقوم مكسورة معاكِ، وتبقي ضاعت فلوسك يا صابر. لكن الكيس هيخلّيه يطلع معاكِ بكل سهولة. واتبقى معايا شوية شوكولاتة حطيتهم في كيس وفتحتهم فتحة صغيرة كده، وبدأت أروح وآجي، أروح وآجي، بيدّي منظر زجزاج حلو أوي على البسكوتة، وبيبقى في منتهى الشياكة. اوعي تحطّي البسكوتة على الصينية على طول، لازمًا تفردي تحت منه كيس أبيض بتاع التلاجة زي ما قُلت لِك، علشان خاطر لمّا تنشف معاكِ وتيجي تطلّعي البسكوتة ما تتكسرش وتتقطّم معاكِ. جرّبيه ده سهل وموفّر وسهل وبسيط جدًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.